السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. نتمنى انه تقضوا يعني فترة كويسة كده مع المخترعين المعاطين والمنظرين والحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أحب أشكر جهتين في السودان لي الفضل بأنه أنا أقف قدامكم هنا. الجهة الأولى مسجل عام الملكية الفكرية في وزارة العدل، نحييهم. والجهة الثانية فبيقولوا المدرسة بيتي الثاني لكن الجامعة بيتي الأول، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. فبديت في البداية أخترع أجهزة بأسباب يعني مشاكل واجهتني اللي هي مثلا حرامية. فنطلينا حرامي، اخترعت جهاز إنذار يعمل بالليزر ويرسل إشارة لاسلكية بالإف إم على أساس إنه إذا نط حرامي نعرف إنه نط حرامي. الجهاز الثاني كنت بطلع وانا ماشي للجامعه بشوف المويه بتدفق من الصهاريج من البيوت بتخرب السقوف وكده، فاخترعت لي جهاز بيوريك تحت في الصالون او في الغرفه انه الصهريج يتملى، ولما نتملي بيدينا صافره انذار انه نقفل المحبس او نشوف لنا حاجه ونعرف انه المويه مستواها وين في الصهريج ونحن تحت. في زول داير الجهاز ده؟ جيت مر يوم فلقيت في رملة قدام البيت، كل ما امشي واجي بلقى الرملة قدام البيت، فدي عملت لي هاجس كده. يوم جيت لقيت الرملة قدام البيت، دخلت لقيت الكهرباء قاطعة، اخترعت جهاز لتوليد الكهرباء من الرمل. بديت الجهاز ده بحاجات بسيطة جدا عشان يا اخواننا يا مهندسين ويا علماء ويا مفكرين يا سودانيين ما تقولوا لي امكانيات ما والسودان ده ما نافع وبلدنا دي ما نافعة والكلام الكثير ده. الجهاز ده سوداني 100%، وانا سوداني من منطقة السكوت من بلاد النوبة. فبديت الوقت داك ما كان في لوحات بلاستيكية، فقطعت بلاستيك من ترابيزة عندنا، والوالدة طبعا زعلت كثير، فشلت الترابيزة وقطعتها لقطع صغيرة وعملت منها الأطراف دي، والأجزاء دي تقريبا زي 5 أجزاء مختلفة. لما مشيت سألت ناس البلاستيك قال لي داير لي 5 قوالب، القالب الواحد ب10,000 دولار، ترابيزة أمي حلت المشكلة. فده الجهاز شاركت به في مسابقات في دبي ونال إعجاب لجنة التحكيم، شاركت به في الشارقة ولجنة التحكيم عرضوني وقال لي ده ما اختراع، ده كلام فارغ وانت ما مخترع وما تقول لنا ده اختراع. قلت لهم يا اخوان الموضوع ده بسيط، الساعة الرملية دي لما تقلبها الرملة بتكب تاني على اساس انه نعرف الزمن. انا خدت لي تورباين على اساس والنورة الرملة نازلة نعرف انه في كهرباء بتتولد، والجهاز ده في العالم ما شفتوا جهاز زي ده في العالم؟ معناه اختراع، معليش يعني. طيب تاني مشيت دخلت في مجال الليزر وقمت استفدت من مصادر القدرة المتعطلة في الكمبيوتر. فكان مصدر القدرة في الكمبيوتر المتعطل ب5 جنيه، باخذ منه مكونات وقطع إلكترونية التكلفة بتاعتها في السوق ما يعادل 500 جنيه. فقمت اخترعت الجهاز ده تكلفته 10 دولار بيوفر 400 دولار. فما تقول لي إمكانيات يعني، معليش. مشيت مرة في البنك وقاعد مستني بيجيبوا لك ناس طبعا الجلابيه ديلاك او بنقول لهم اللي هم التجار الكبار بيجوا شايلين الشنط. انا اقول لك كنت داير لي 200 جنيه من البنك. الناس ديل جايبين الشنط وبتاع وبيجوا يخطوا رزم بتاع قروش، والعدادين ديل يعدوا بيدهم شويه يدخلوها في المكنه اللي بتلف كده. فالشغله دي ما عجبتني، فقمت اخترعت لي جهاز لعد النقود بالاشعه تحت الحمراء، بتخط الربطه بيديك عدد القروش كم في العالم فيه. الجهاز ده يا اخواننا عبارة عن حاجات بسيطة جدا، عملته من ريسيفر خربان وريموت خربان. الريموت بيدي أشعة تحت الحمراء والريسيفر بيستقبلها، وفيه مصدر قدرة فكيته بالريسيفر تاني خربان بقى جهاز.
طبعا ناس الالكترونيات والكهرباء والفيزياء والاتصالات بيكونوا داقين الصيوان في لما نقول اشياء تحت الحمراء والحاجات دي. بعد ده مشيت في عجمان كنت، ولما عرضت جهاز الرملة ده رسلوا لي مصور من جريدة الاتحاد في أبو ظبي عشان يصور جهاز توليد الكهرباء بالرمل. ناس الإعلام هنا يركزوا معانا. بعد ذاك بقت مشكلة بتاع زيوت الطعام وما زيوت الطعام. أنا يوم راجع برضو من الجامعة لقيت واحد بتاع طعمية بيبيع في زيت، قلت يا أخي اسمع الزيت بتاعك ده ما كويس. قال لي عرفك شنو؟ قلت يا أخي اسمع أنت بتغلي في الطعمية وبتغلي في السمك وبتغلي في الدجاج والزيت ده أنت غليت فيه أكتر من اللازم. قال لي ما تقول لي أنت بتعاين لي كده تقول لي الزيت ده ما كويس. قلت له يا اخي من شكله. قال لي الشكل ده ما مقياس. انا قلت يا ربي ده بتاع طعميه وبتاع هندسه كيميائيه. فقمت اخترعت لي جهاز لضبط جوده زيوت الطعام بالليزر. الناس في الجامعه طبعا انا كل ما امشي لعينات بتاع الزيت اجمعها من المطاعم من الدكاكين يقول لي زول انت بتاع فيزياء ولا فكي؟ فقلت لهم معلش اصبروا شويه. الكلام ده كان 2007 وقمت عملت الجهاز بالطريقه دي، وبتشوفوا هناك اللي هو الحقن دي والليزر والمتحسس والجهاز الصغير اللي على الشمال ده بيورينا اللي هو قراءه منها نعرف الزيت ده كويس ولا لا. الجهاز ده كلفني $50 فقط لا غير. الصندوق بتاعه ده عملته من الاسكراتشات بتاعت موبايل اللي هي كانت كروت زين. الوقت ده كان متينه، هسي ما اعرف الموضوع بقى ورق ساي، لكن زمان كان الاسكراتش ده حاجه متينه. جمعتهم مع بعض عملت الغطاء. الجهاز الاسود ده كان اتاري، طبعا زمان بلاي ستيشن ما كان فيها اتاري، فانا كنت بلعب بالاتاري وخربته بتاع فاستفدت منه في الجهاز ده. الجهاز ده جاب لي $50,000. تاني نقول يا اخواننا ما تقول لي ما عندنا امكانيات، ما عندنا مراكز بحوث، ما عندنا. انا سويت الجهاز ده في اوضتي، اتبنته مؤسسه قطر في قطر فاونديشن، جابوا لي بروفيسورات من جامعه تكساس وكارنيجي ميلون ونورث اتلانتيك وفرجينيا كومنولث يجوني في المختبر عشان يساعدوني. جابوا لي فريق بتاع تصميم من جامعة اندهوفن في هولندا من 3 مصممين صناعيين عشان يصمموا لي الغلاف الخارجي اللي أنا كنت عملته زمان من أتاري، وبقى بالشكل ده. فعشان ما نقول إمكانيات ونعلق شماعة الإمكانيات، أنت كده أبدأ أعمل حاجة طورها، لما تلقى الفرصة حتبدع. طورت الجهاز ثاني وشاركت به كان ودعموه لجنة أبو ظبي لتطوير التكنولوجيا وإنوفيتر أبو ظبي ومعهد أبو ظبي البترولي وجامعة الشارقة. كل ديل ما قصروا معي لغاية ما طورت الجهاز وبقيته يتحكم عن بعد في جودة زيوت الطعام. فالجهاز بيكون في المطعم والإشارة بتمشي للبلدية، ويكون عندك في المدينة حاجة بتاعت 1000 مطعم. أرجعكم إنه ده الجهاز الفكرة بدأت من بتاع الطعمية لتخصص هندسة كيميائية. بعد ده طورته تاني، ودي المراحل بتاع تطوير الجهاز. من 2006 بدأت الفكرة، لما سجلته في الملكية الفكرية قال لي يا زول انت ده شنو ده؟ مرة زيت، مرة كهرباء من الرملة، مرة جهاز انذار، انت تخصصك شنو بالضبط؟ فبعد ده لقيت انه صراحة في السودان الميزة اللي فيه انه الناس بتشتغل بإخلاص. براءة الاختراع في السودان تستغرق شهر واحد، في الدول العربية سنتين. شكرا لمسجل عام الملكية الفكرية. فأقدر أقول إنه السودان ساعدني إنه أنا أسجل اختراعات كثيرة. ده وفدي من بلدية دبي عرضت لهم الفكرة بتاعت الجهاز، قالوا لي نحن في صراحة في تاريخ بلدية دبي ما شفنا حاجة زي دي، إنه بدل نحن نمشي للمطعم ناخذ العينات ونرجع نفحصها في البلدية
وجهاز يكون قاعد في المطعم ويرسل لنا الاشاره بالكمبيوتر نتورك، وكان انبسطوا جدا. بس بقت المشكله انهم دايرين تعاقد مع شركه وانا فرد، فالمخترع غير البيزنس مان. فهسه نحن قاعدين شغالين في الموضوع ده مع ناس في مجالات مختلفه. عرضت الفكرة دي في النمسا في فيينا، وحصلت على المركز الثالث من بين الجامعات الأوروبية كلها، وأنا سوداني. عرضت الفكرة في إيرلندا وقالوا لي نحن ممكن نخليك بدل تعمل كشف للزيت تعمل كشف لقطرة بتاعت زيت تديك نفس النتيجة. فشوفوا الإنسان لما يسعى للعلم تأتيه الدنيا وهي راغمة. دي الأجهزة المستخدمة في المجال بتاع الكشف للعينات وكده، غالية ومكلفة. أرخص جهاز في ديل بحاجة بتاعت 70,000 دولار، جهازي ب$1000 بس وسوداني، وأحسن من ديل وما في زول يتحدى. دي طبعا اللي كانوا بيقولوا أنا فكيو ما فكيو الحاجات دي العينات اللي اشتغلت بها، أكثر من 40 عينة طلعت كيرفات أهلتني إنه ياخذوني في ماليزيا فيزيتنج ريسيرشر لمدة شهر مجانا. شاركت بالجهاز في معارض كثيرة في الإمارات، في الصين، شاركت به في إيطاليا. إيطاليا ثاني أكبر دولة في العالم تنتج زيت الزيتون. الشفع بتاعهم كان بيقول لي كده ورينا بيشتغل كيف. ففعلا لازم زي ما قال لي صاحبي التونسي في قطر، قال لي يا محمد ما تبيع الماس في سوق الخضار فالناس يفتكروه قزاز فما يقدروه. ودي طبعا التوزيع بتاع زيت الزيتون بالتحديد في مشكلة كبيرة جدا في العالم في الغش. اسبانيا هي من اكبر الدول المنتجة زيت الزيتون، فديل التارجت ماركت بتاعي ان شاء الله. وهنا الدول الثانية اللي بتنتج في اندونيسيا ماليزيا بالنسبة لزيت النخيل. يعني السوق راقد، بس الواحد ما يقول انه انا 200 و200 وحسوي وحعمل، ابدا ولو بشيء بسيط وابقى عليه. انا صبرت على الجهاز ده 10 سنوات، جاب لي 50,000 دولار. ودي الاحصائيات بتاعت الامراض وكده اللي بتحصل بالنسبه للزيوت، ومشكله كبيره جدا. والجهاز ده ان شاء الله لو يتطبق يعني حيحل مشاكل صحيه كبيره جدا. جاتني فكره ثانيه سنه 2005 انه الخلايا الشمسيه بتكون قاعده على الارض لكن في الليل ما في شمس، فلازم نخزنها في بطاريات. جاتني فكره انه انا اجيب الكهرباء من قمر صناعي موجود في مدار خارجي بالليزر على الخلايا الشمسيه في الارض. القمر الصناعي يدور ب 24 ساعه في اليوم، فما حنحتاج لبطاريات للخلايا الشمسيه. مشيت لناس الملكيه الفكريه قال لي انت الارض دي خلصتها بقيت تطلع لنا فوق. فقال لي الكلام ده ما بيتسجل الا تجيب لنا نموذج. قلت له يا اخواننا ده قمر صناعي، انا ما بعرف اسوي قمر صناعي. قال لي سوي نموذج، نحن ما بنقدر نسجل لك الكلام ده الا بنموذج. نسيت الموضوع وعملت لي نموذج بسيط كده. قال لي ده ما بيسجل لك، انت ما قلت قمر صناعي. وقمت جبت له خليه شمسيه والليزر وكده، قلت لهم لو تاخذوا الليزر بيمشي لمسافه بعيده بيجيب لنا الكهرباء من الفضاء. قال لي ده كلام يعني، ونسيت الموضوع. سنه 2009 الكلام ده كان 2005. سنه 2009 ولد عمي اللي كان يعني بيتابع لي حاجاتي دي دكتور محمد عبد الفتاح حرصد، فقال لي يا محمد انا جاني ايميل في الاخبار انه في شركه فرنسيه داير تنقل الكهرباء من الفضاء للارض بالليزر والاقمار الصناعيه. وذاك المخطط بتاعهم على اليمين اللي قالوه، وده المخطط بتاعي. الخليه الشمسيه عندي عندهم بهناك، الليزر بيجاي عندهم بهناك. سنة 2012 ناسا طلعت في الأخبار إنه وكالة الفضاء الأمريكية تعتزم التجريب في إمكانية نقل الكهرباء من الفضاء إلى الأرض باستخدام الليزر وأقمار صناعية. قلت والله في سوداني زمان سنة 2005 قال الكلام ده. بعد ده مشيت في ماليزيا وحاولت أطبق التجربة دي في المختبر.
ادوني مختبر مساحته 3 في 4 امتار 12 متر مربع، وادوني اجهزه تكلفتها 30,000 دولار وشغلوني في الموضوع ده بلاش لمده شهر كامل. فقمت صممت الاجهزه دي، لقيت انه لو عندك ليزر بقدره 600 ملي واط حيطلع لك كهرباء 33 ملي واط، يعني 5%. قلت الحمد لله ما عملتها. ده طبعا البروفيسور عبد الفتاح محمد فرح حرصد من الناحيه اليسرى، وغادر الحياه يوم الخميس الماضي، نترحم عليه وهو عمي يعني. وشجعني كثير انه انا احول اختراعاتي دي لمنتجات، وهو تخصص في الاقتصاد. واداني فكره سنه 2010 انه يا اخي نحن في المسجد بنواجه مشكله، الناس المصلين ديل الكراسي دي ما بتتحرك بطريقه كويسه، فيا محمد انت تخترع وتخترع وتخترع كده، اعمل لي كرسي الواحد لما يصلي ما يتعب الوراو. قلت له يا بروف يا اخي الكلام ده ما يا هو يا اخي انا شغل الكترونيات وكده. وفاجأ انه سنه 2015 واحد فاز بالاختراع ده في قطر في برنامج نجوم العلوم. فلازم الواحد ياخذ خبره الناس اللي قبله في جميع المجالات، يعني ما يقتصر فقط على مجاله سواء علوم او تكنولوجيا او كده. ده البرزنتيشن بتاعي كان في الصين، اخذت الميداليه الذهبيه في منظومه لنقل لفحص الخلايا الشمسيه. المنظومه دي تكلفتها 150,000 دولار، صممتها انا ب 2000 دولار واحسن من المنظومه التجاريه. كان المتسابقين 3000 مخترع من جميع انحاء العالم، 40% منهم من كوريا الجنوبيه، 30% من روسيا، والباقي من دول كثيره في العالم، و50% صينيين. الحمد لله انا سوداني واختراعي ده سوداني، وعشت حياتي في السودان وانطلقت من السودان، قدرت اخذ الميداليه الذهبيه من احسن 16 اختراع من بين 3000 اختراع. ولجنة التحكيم كانوا من روسيا والسويد والصين، عشان ما تقول لي شغل بتاع ناسات وحاجات زي. ورفعت اسم السودان في محفل عالمي وافتخر انه انا سوداني. دي الميداليات، طبعا في النص دي ذهبيه لكن ذهب صيني عشان النساوين ما يركزوا معانا. فدي كانت يعني من الحاجات الكويسة جدا. الحاجة الاختراع اللي بعده كان اللي هو توليد الكهرباء من موية البحر. يعني أنا شفت الرملة دي ما جايبة حقها، فقمت درست موية البحر، لقيت البي اتش بتاعها 6.7 اللي هو التعادل بيكون 7، ف 6.7 ده معناه حمض. فالبطارية العادية بتاعت العربية دي بتعتمد على حمض. فقدرت انه بالتجارب دي، طبعا لازم المخترع يشتغل ابحاث علميه، ما يكون بس افكار كده ويعمل بروتوتايب او نموذج بعد ده يخليه. فقمت عملت البطاريه دي. البطاريه دي بتشغل 30 LED، يعني ناس بورسودان بعد ده ما عندهم مشكله. وبحاجات بسيطه جدا بالواح اتوصلت انه عملت تفاعلات كيميائيه بين الواح مختلفه وتوصلت لمعدنين ممكن يطلعوا لك كهرباء من مويه البحر. ما البحر النيل ده، البحر الاحمر، عشان الناس ما تقول لي عندنا النيل قريب يطلع لنا كهرباء وكلام زي ده. راكب يوم في الحافله لقيت سايق الحافله ذاته مخترع. خدت لي مروحه ما اعرف فكيها من وين، من ليديتر ولا من وين ما عارف، عشان تهوي له. فالشعب السوداني يا اخواننا شعب مبدع، لكن تنقصه الامكانيات، لكن لا نضع الامكانيات شماعه للتقدم. وده سواق حافله ثانيه عامله البوري من شار حديد فيه مسمار صغير بيضغطوا كده البوري بيصفر، ده مخترع برضه. فنحن ما نتهاون. يعني انا بشوف اعظم اختراع وارخص اختراع شنو يا اخواننا؟ اعظم اختراع وارخص اختراع شنو؟ الابره. الابره دي كانت عباره عن عمود عملوا له قده في النص، منه بقت مكانه الخياطه ومصانع النسيج، وده كله بسبب الابره، الزول اللي اخترع الابره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. فالإنسان إذا اعتمد على نفسه يقدر يصل للعالمية، حتى مش لو في السودان، لو في دولة يعني ما عندها. السودان إمكانياته أكثر بكثير من دول تانية،
الدول دي هسه طلعت وصعدت في التكنولوجيا، لكن القيمة هي الاعتماد على النفس. دي طبعا المنظومة ودي النتائج بتاعتها ودي المنظومة التجارية، ما في فرق كبير، 150,000 دولار ل 2000 دولار. شكرا جزيلا.